تصريح يمكن أو خبر قريته النهاردة عن فكرة الجيش العربي اللي سيادة الرئيس في زيارته للمملكة العربية السعودية صرح بيه أو ألقى بالفكرة أو وضع الفكرة أمام جلالة الملك عبد الله، ووجد ترحيبا كبيرا وربما وجد أيضا استحسانا من قبل الإمارات والبحرين والكويت، وأن يكون سيادة الرئيس هو القائد لهذا الجيش. بتشوف حضرتك أنه تكوين جيش عربي في التوقيت في المنطقة في أي ما كانت الظروف يحسب له يخشى منه؟ والله ده امل كل مواطن عربي، وفكره تكوين جيش عربي شيء جميل جدا جدا، حتى على الاقل بيبين للعالم الخارجي انه بيننا وبين بعض كدول عربيه تتكون من 22 دوله ويكونوا مجموع العالم العربي، انه في نظر لمصلحه مشتركه ونظر لعدو مشترك واتحاد في الاهداف. وعلى فكره الكلام دوت يعني مؤكد بنص ميثاق جامعه الدول العربيه اللي اسست سنه 45 انه في اتفاقيه دفاع عربي مشترك. نعم. ولكن زي ما انت شايف احنا بنشوف بيحصل اعتداءات هنا وهنا وهنا ولا تفعل على الارض، لانه كل دوله لها مصلحه بتبص فيها كاتفاقيه. انما فكره تكوين جيش عربي ويلقى استحسان ده موضوع مهم جدا جدا، ومصر هي هتكون الدوله الفاعله اذا ما شاء لهذا المشروع ان شاء الله ان يتحقق، لان هي الدوله الكبرى، وياتي مش في مصلحه مصر فقط، ياتي اكثر في مصلحه الدول العربيه. وانت عارفه الدنيا ماشيه ازاي دلوقتي في الخليج، وازاي بيبصوا اللي بيحصل في سوريا، وازاي بيبصوا اللي بيحصل في العراق. الكلام دوت بيثير قلق لازم يحسب قوي قوي قوي. فالقاء بهذه الفكره من شانه ان يبعث الحماس مره اخرى، وليتها تنفذ، لان مصر هي هتكون الدوله الاكبر في هذا، وهي هتكون الدوله المفيده وليس المستفيده بالدرجه الكبرى.